لو بتتعلم برمجة لازم تعرف الفرق ده كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات قلنا ان احنا ان شاء الله هنشرح بايثون من اول الفيديو ده. بس قبل ما نشرح عايزين نعرف بس فرق مهم جدا هيفيدنا قدام. هو الفرق ما بين الكومبايلر والانتربريتد. سألتش نفسك هو لما احنا بنكتب كود الكود ده بيتحول لباينري ازاي؟ هو ده وظيفة الكومبايلر والانتربريتد. فهم بكل بساطة هم بيحولوا الكود بتاعنا اللي احنا بنكتبه الى باينري اللي هو 0 1 زي ما احنا ما قلنا، لان الكمبيوتر مش بيفهم اللغه اللي احنا بنكتب بيها كود. الكومبايلر بكل بساطه هو انت بيحول لك الكود بتاعك كله مره واحده الى باينري. نفترض ان انت كاتب 1000 سطر كود، ولو عندك ايرور 999 الكود بتاعك مش هيران غير لما تحل الايرور ده. ومن الامثله على الكومبايلر سي بلس بلس سي. اما في الانتربريتد هو بيرن الكود ستيب باي ستيب. يعني انت لو عندك 1000 سطر كود زي ما احنا ما قلنا وعندك ايرور في السطر 999، هو هيرن لحد السطر 998، واول ما يوصل عند السطر اللي فيه الايرور هيوقف رن البرنامج. وده الفرق الجوهري ما بينهم. بعيدا بقى ان الانتربريتد يعني ابطا من الكومبايلر، في فوارق تاني، ولكن الفرق ده هو الفرق الجوهري ما بينهم. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبدا نشرح بايثون وهنبدا نتعرف على المفاهيم بتاعه البرمجه.